ومن القلمون ينضم إلينا رواد الشامي الناطق باسم المركز الإعلامي في القلمون. رواد أهلا بك. هل باتت سيطرة الثوار على هذه المناطق نهائية أم أنه لا يزال هناك جيوب لحزب الله فيها؟ نعم، حقيقة يعني في البداية هذه المعارك القائمة اليوم في القلمون يعني هي ربما تكملة للمعركة التي بدأت إبان معركة عرسال، والتي سميت يومها بمعركة فتح المدائن. هذه المرة يعني أيضا بدأت المعركة تحت غرفة عمليات موحدة. شهدنا حقيقة تناغم بين الفصائل العسكرية في القلمون. العمل كان موحدا وفي نفس الوقت على جميع النقاط المتواجدة بالقرب من بلدة عسال الورد ومن بلدة الجبة. حقيقة العمل كبير وهنالك تسارع في العمل العسكري. حتى اللحظة لا تزال النقاط التي سيطر عليها الجيش الحر بيدهم. هنالك بعض النقاط التي يعملون عليها الآن في تلك المنطقة، ولا يزال العمل جاري طبعا حتى اللحظة. المعارك يعني اشتدت أول أمس. استطاع الجيش الحر من خلالها السيطرة على عدة نقاط، يعني منها ظهور المعبور، يعني وهذه هي من أهم السلاسل في المنطقة. هي سلسلة جبال واقعة بين بلدتي الجبة وعسال الورد. سيطر عليها الجيش الحر، وبسيطرتهم عليها يعني يصبح الطريق الواصل بين بلدة عسال وبين بلدة الجبة تلقائيا بين أيديهم. أيضا يعني حقيقة هنالك نقطة هامة، وهي نقطة الأوز الشرقي. هذه النقطة من أعلى النقاط في تلك المنطقة. بسيطرة الثوار عليها أيضا يصبح الطريق سالكا باتجاه بلدة عسال الورد وباتجاه بلدة الجبة وباتجاه حوش عرب. يعني هذه المنطقة أو هذه النقطة هي من أعلى النقاط وتكشف تلقائيا هذه البلدات التي ذكرت. هنالك بعض النقاط. نعم. نعم، طيب رواد، هناك أنباء عن أسر 5 عناصر لحزب الله، هل تؤكد هذه المعلومات وعند أي كتائب تحديدا أسروا؟ حقيقة لا تأكيدات حتى اللحظة إلا عن أسر عنصر واحد من حزب الله. أما بالنسبة للخمسة هم قتلى في صفوف حزب الله. استطعنا توثيق يعني حتى الآن توثيق 4 منهم، وهم عماد عياد ومحمد زبيبو وحسن عطوي وجاد البزري. هؤلاء هم يعني تم التأكد منهم، وصفحات التابعة لحزب الله نعت هؤلاء الأشخاص على الصفحات وحددت أماكن تشييعهم داخل لبنان. أما بالنسبة للأسير بيد قوات الجيش الحر فهو من بيروت، ولا يزال حتى الآن مع الجيش بقبضة الجيش الحر في القلمون. حقيقة يعني بالنسبة للمعارك اغتنم الثوار أعداد جيدة من الذخائر ومن الآليات من هذه النقاط العسكرية، واستطاع تدمير 4 دبابات. إحدى هذه الدبابات دمرها بالقرب من بلدة الجبة عند قوس الجبة، والأخرى عند ظهور المعبور، وأخرى عند نقطة الأوز الشرقي، وآخر دبابة تم تدميرها أول أمس عند نقطة الدير. هذه إحدى النقاط أو إحدى الحواجز على أطراف بلدة عسال الورد. حقيقة يعني المعارك كما ذكرت هي معارك. طيب رواد، تحدثت عن نقاط تم السيطرة عليها وقلت بأن هناك نقاط يعمل عليها الآن، ما هي هذه النقاط التي يحاول الثوار السيطرة عليها؟ حاليا من أهم النقاط يعني التي يعمل الثوار للسيطرة عليها هي نقطة الأوز الغربي. هي منطقة هي نقطة أيضا نقطة عالية وتكشف بلدة عسال الورد، ولكن من الجهة الغربية. حتى الآن لم يستطع الثوار السيطرة عليها. هنالك أيضا بعض الحواجز المتواجدة على أطراف بلدة عسال الورد، وبعض الحواجز أيضا المتمركزة على أطراف بلدة الجبة. هذه هي النقاط التي لا تزال حتى الآن تحت سيطرة قوات الأسد وحزب الله. نعم، شكرا جزيلا لك. حدثنا رواد الشامي الناطق باسم المركز الإعلامي، حدثنا من القلمون.